حبايبي عاملين ايه؟ وبس، وبتعجنها كويس، بتخدمها حلوة قوي قوي، وبتسيحي سمنة وتحطي ايه عليها. طبعا كل ما تعملي طبقة من يعني من كرة الفطير بتدهني سمنة. اتقطعت معاكي عادي، مفيش مشكلة، هو بيلف في بعضه لانه طبقات رقيقة فوق بعضها، فهو بياخد ويدي مع جوه بعضه. المهم ان انت بترققيها وبتحشي اللحمة عادي خالص وبتطوي عليها بقى. انا مش بعملها رول عشان تطلع زي الحلقات كده، لا، انا بعمل طبقة من هنا وطبقة من هنا كده، بعد طبعا ما حطيت طبقات العجين فوق بعضها، وبحطه كده بيطلع مورق وجميل، بيبقى شبه المطبق ده كنا بنعمله زمان بنفس العجينة دي، بس بتحشى مهلبية بس مش كستر ولا حاجة يعني، وبنلفه كده. وطول ما انا بحط الطبقة دي والطبقة دي، بعمل في العجينة بفردها عشان ما يبقاش تخين برضه اهو كده بس. وطلع جميل والله، وطعمه جميل قوي ومورق وبيخرفش كمان. دي سمنة مسيحاها او نص تسيحة كده في حرارة الغرفة. طبعا انتوا عارفين ان احنا في الحر، فما احتاجتش ان انا احطها على النار. هعمل الصاج ده وادخله الفرن وهعمل شوفوا، انا كل ما باجي اتني فوق اللحمة باخد التانية اهي كده وافردها تاني طبقات كده، ما عملتهاش رول، انا بعملها فوق بعضها كده، يمين على شمال ومن فوق ومن تحت. دي كنا زمان بنعملها محشية مهلبية، جميلة قوي، كان اسمه مطبق. اهي وصفة نجربها. طبعا كلكم شطار بتطبخوا يعني في الطبيخ ولا في التعليم، بس هي فكرة بناخدها من بعض. هدهنه بعد كده بالسمنة وندخله الفرن. وانا عملت السمنتين جاهزين عشان ايه ما تبقاش مثلا يبقى الفرن شغال وانا مستنيه لما الصينيه تطلع. اي صواني عندي في الفرن نحط فيها. طبعا بتعملي الصواني الفرن بتتحرق، بس الغسل بتبقى نضيفه، بتبقى مبطعه من الحرق، بس برضه صواني نضيفه. ويستحسن ان انت تخصصي صواني عشان تستهلكي الصواني اللي عندك ويتشتغل. همشي جوه في الفرن وبقلبه على وشه التاني، بيبقى جميل قوي. تاني هو بيخرفش كده وبيبقى لو الوصفة عجبتكم حبايبي جربوها، واقول لكم في اخر الفيديو انا استمتعت ان انا موجودة معاكم، ويا ريت مش عارفة اقول لكم ايه، يا ريت تشاهدوا لي مشاهدات اكتر لان القناة وقعت خالص. واشكركم جدا لمتابعتكم ليا، والمتابعين الجدد والمشتركين الجدد والمشتركين القدامى، لهم مني كل الشكر والتحية. في اخر الفيديو اقول لكم مع السلامة، ولما اطلع بقى الفطير واحطه في الطبق هتشوفوا شكله ايه. فاقول لكم مع السلامة والى اللقاء في فيديو جديد. يلا، السلام عليكم.